فترة قريبة الأهلي كان بيواجه فريق العين الإماراتي ولسعوا على قفاه بالتلاتة في بطولة تسمى الانتر كونتيننتال. يعني يا معلم بطولة الأهلي قارية وبيلعب مباراة مهمة، وبعد فوز الأهلي قدر الأهلي إنه يفوز ويصعد إلى السيميفاينال ويفوز كمان بكأس وهو ربع النهائي لبطولة الانتر كونتيننتال. ولكن لقينا بعض سوشيال ميديا الزمالك او سوشيال ميديا الزمالك كلهم لانهم بيحبوا هم الجو دوت، وبعض الزملكاويه اللي مصدقينهم، وان البطوله دي مش معتمده والكاس ده مش جاي من الفيفا، ده الاهلي هو اللي عامله، ده ما لقوش حد يجي يديهم الكاس فجابوا اي حد كده، ايه هي بطوله تحت بير السلم. ولكن الكلام ده يا سيدي ويا عزيزي ويا صاحبي الكلام ده غير صحيح، وهي بطولة اتكلمنا عنها كتير وانها معتمدة من الفيفا والفيفا بتشرف عليها وعارفين بيها. واحد يقول لي ايه اللي يثبت الكلام ده؟ هقول لك يا معلم، بص، في قرعة كأس العالم للأندية وجود انفانتينو يعني رئيس الفيفا والاتحاد الدولي، وهو بيتغنى بالنادي الاهلي وكأس والقرعة كأس العالم للأندية كلهم بيتغنوا بالنادي الاهلي، وانه النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، هو نادي القرن الافريقي. فواحد يقول لي السبعة اكبر من التسعة يا عم النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي. حيثيات بقى اتحسبت بيها وقتها مش هنخش فيها، ولكن تغنى بالنادي الاهلي وانه نادي القرن الافريقي. وهنا الفيفا معترفه باللقب دوت، مع كمان معترفه ببطوله الانتر كونتيننتال. لان يا معلم الاهلي او الفيفا وهو بيتكلم قال لك كمان الاهلي انه نادي القرن الافريقي ونادي هو بطل ابطال افريقيا، زي ما بنشوف يعني صفحات بعض الزملكاويه اللي الحقيقه اللي انا لما بقعد اتفرج على حاجه زي كده او بشوف حاجه زي كده انا نفسي بضحك، انا كزملكاوي بضحك. ولكن ما اعرفش ايه الزمالك بطل ابطال افريقيا دي، مش عارف والله. ولكن النادي الاهلي هو بطل افريقيا ونادي القرن الافريقي ومكتسح افريقيا حرفيا في اخر السنوات، مع كمان مكتسح افريقيا كمان تاريخيا. الاهلي في حته تانية، مع كمان قالوا ان النادي الاهلي موجود في سيمي فاينال بطوله الانتر كونتيننتال. يعني يا معلم انت بتتكلم في بطوله معتمده، والفيفا نفسها اعترفت بده وبتشهد بده وبتتكلم بده في حق النادي الاهلي. فانت تيجي بقى بكل سهوله وانت قاعد يا معلم ماسك لك التليفون ما بتعملش اي حاجه، لا 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 دي بطوله مش معتمده، لا لا ده الاهلي اساسا مش عارف ايه، لا لا دول مش لاقيين يجيبوا حد من الفيفا يقررهم يديهم الكاس فجايبين اتحاد الكره المصري، جايبين يا معلم. شفت بعينك وسمعت بودنك انفانتينو والناس المشرفه على قرعه كاس العالم للانديه عمالين يتغنوا بالاهلي وان بطوله الانتر كونتيننتال ان الاهلي متواجد في السيمي فاينل وهيواجه خلاص الفريق بوكتافو البرازيلي. يا رب اكون قلت اسمه صح ما غلطتش. ولكن الاهلي خلاص على بعد خطوه انه يواجه ريال مدريد في فاينل الانتر كونتيننتال، ثم يلعب في شهر 6 ان شاء الله كمان بطولة كأس العالم للأندية. فانت الاهلي في حتة تانية، في حتة تانية على رأي سيف زاهر. الاهلي نادي القرن الحقيقي يا معلم، هو نادي القرن الحقيقي الافريقي. احنا كزمالك هو اي كلام بنقوله بدون ادله بدون اثباتات، احنا بنقعد بس نتكلم مع احنا نادي الزمالك بطل ابطال افريقيا، معرفش ايه بطل ابطال افريقيا دي اللي هو عشان احنا كسبنا السوبر الافريقي امام الاهلي. ولكن لو تيجي تبص بقى بنفس ذكائك ونفس كلامك يبقى كده فريق اتحاد العاصمه لما كسب الاهلي في السوبر الافريقي من حوالي كام سنه، يبقى كده اتحاد العاصمه يطلع شعار ويقول انا بطل ابطال افريقيا وقتها وانا القرن الحقيقي وانا البطيخ الاحمر والمانجا الجميل. مش هنقعد نهري. ولكن في النهايه الاهلي في بطوله الانتر كونتيننتال في السيمي فاينال بطوله معتمده الاهلي نادي القرن الحقيقي فالفيفا تتغنى بالنادي الاهلي. ويا بخت جمهور الاهلي بناديه، قيمتكم كبيره جدا في العالم كله، وكفايه عظمه لحد كده.